السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، مرحبا بكم معي في قناتي نعيمة تيفي. أحبائي الكرام، إليكم وصفتي اليوم، وصفة لشد الوجه أو لشد البشرة. هذه الوصفة تتكون من مكونين فقط. أولا بياض بيضتين، وهو عندي أنا بياض بيضتين هنا، إذن نزيل البيضتين جانبا، وها هو البياض عندي. إذن الثاني هو ملعقة من السكر. نبدأ بسم الله على بركة الله. نأخذ بياض بيضتين ونضيف عليه ملعقة من السكر. وأريد أن أشير إلى شيء واحد فقط، وهو أن نحرك دائما بأي شيء خشبي أو بلاستيكي. أحسن شيء يعني لا نستعمل أشياء حديدية. فمثلا أنا استعملت هذا البلاستيك. نحرك جيدا بياض بيضتين وملعقة السكر إلى أن يتجانس الخليط. ثم نبدأ بوضعه على الوجه. طبعا يمكن استعمال قطن بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، أو يمكن استعمال فرشاة، يعني اللي عندها فرشاة تستعمل فرشاة. إذن هكذا نستعمل على الوجه، طبعا على الوجه هكذا. وبعدها نأخذ ورق. طبعا أنا أعطيتكم فكرة، يعني أنا أعطيكم فكرة يعني على اليد، وأنتم تستعملونها يعني وأنتم تستعملونها طبعا على الوجه، يعني هكذا. هذا اثنين يعني ما يزبطون، هنا استعمل واحد يلتصق، بس مجرد يلين الورق يلتصق مباشرة هكذا. نعمل الطبقة الأولى طبعا على الوجه، نحط ناحية الشارب، ناحية الجبهة، وعلى الخدين، كل أماكن الوجه، فقط نتفادى منطقة العين فقط هكذا. ثم نأخذ الطبقة الثانية. هذه سهلة الالتصاق لأنها التصقت على ورق آخر، فهكذا. هكذا يعني أنا أعطيت يعني فكرة فقط. هكذا يكون على الوجه كله. نعمل 3 طبقات، يعني اعملوا 3 طبقات، ونتركه إلى أن ينشف. وأنا سأتركه إلى أن ينشف، وبعدين إن شاء الله سأوريكم كيف نزيله. إذن أحبائي، هذا هو الماسك أو القناع الذي استعملنا. ها هو أنا تركته يعني إلى أن نشف تماما، والآن يعني غادي نزيله قدامكم هكذا. كنزيلوه، ولكن كنزيلوه يعني نبدأ من جهة الذقن إلى الأعلى، يعني من جهة الذقن إلى الأنف إلى العينين هكذا. ها هو ما شاء الله.